قبل ما أمضي ورقة الطلاق كان نفسي حد يقولي الجملة دي: ما تسكتيش بدري. كل مرة قلتي مش مهم كان بيتحط حجر صغير في قلبك، وكل مرة عديتي مشكلة على أمل إنها تتحل لوحدها كانت بتكبر جوه العلاقة. أنا كنت غلط لما افتكرت إن الصبر لوحده بيصلح، وكنت غلط لما حاولت أكون المنقذة، والأكبر من ده إني فقدت نفسي وأنا بحاول أحافظ على الجواز. الطلاق مش بيحصل فجأة، هو نتيجة حاجات صغيرة اتثابت من غير مواجهة، وهنا مواجهة للتفاهم مش الصدام. دلوقتي بسألك بصراحة، لو انتي مطلقة، ايه النصيحة اللي كنتي تتمني حد يقولها لك قبل ما الأمور توصل لكده؟ اكتبي نصيحتك في تعليق، يمكن كلمة منك توفر على واحدة غيرك نفس الغلطة. أنا ندى، ولو حابة محتوى أعمق عن المرحلة دي تابعي الصفحة، واللينك في البايو لدليل النجاة لأول 30 يوم بعد الطلاق.